ان شاء الله في الفيديو ده هقول لك على 3 برامج مهمين جدا لستوري انستجرام او سناب شات او فيسبوك. انت لازم تستخدمهم عشان هيخلوا الستوري بتاعتك رهيبة وفي ليفل تاني خالص. فيديو تاني ومعكم إلهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير؟ عاملين ايه؟ واتمنى يا رب تكونوا بخير. واحده من اهم الحاجات في تطبيق انستجرام او سناب شات او فيسبوك هي خاصيه الستوري، وانا متاكد بما ان انت فتحت الفيديو ده انك بتدور على برنامج من خلاله تعمل او تصمم ستوري بشكل احترافي وبسرعه، وكل ده يفضل ان هو يكون بشكل مجاني، صح؟ مش هو ده اللي انت عايزه؟ شفت انا فاهمك ازاي؟ وعشان انا فاهمك اعمل لايك وسبسكرايب واستنى فيديوهات جديده. فانا في الفيديو ده هقول لك على 3 برامج مهمين جدا للستوري بتاعتك، واللي لما تستخدمهم هيخلي الستوري بتاعتك رهيبه وفي ليفل تاني خالص. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده الانستجرام والفيس بتوعي. تشرفني وتنورني متابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. واول برنامج معانا وهو برنامج فوتو كومبير. البرنامج ده باختصار بيتيح لك انك تضيف الصوره بتاعتك قبل التعديل وبعد التعديل، وبيعمل لك مقارنه بشكل روش وجميل جدا بين الصورتين. فده حلو قوي لو انت مثلا صورت صوره وعملت عليها ايديت خرافي وحابب تعمل فيديو ستوري مقارنه بين الصورتين قبل وبعد التعديل. فالبرنامج ده بيتيح لك الموضوع ده بشكل روش. فخلينا نشوف الموضوع ده بشكل عملي. هتفتح برنامج فوتو كومبير، وزي ما انت شايف كده هو الواجهه بسيطه جدا، ما فيهاش الا حاجتين حرفيا، يعني الصوره قبل وبعد. فانت تختار الصورتين بتوعك، فانا هختار الصورتين دول دلوقتي، ودول هما الصورتين يا جماعه الخير. دي الصوره قبل ودي الصوره بعد، وهنضغط على الخيار اللي في النص كومبير او مقارنه. وزي ما انت شايف كده اداك الواجهه دي. زي ما انت شايف كده المؤشر اللي في النص ده بصباعك كده تحركه يمين وشمال، ودي طبعا زي ما انت شايف كده الصوره قبل وبعد بتتعرض بطريقه جميله وسلسه وحلوه. فكل ما عليك عشان تسجل الموضوع ده فيديو، كل ما عليك اللي انت تنزل الشاشه من فوق وتضغط على خيار بتاع تسجيل الشاشه او السكرين ريكوردينج، وبعدين بكل بساطه هتضغط على الخيار اللي فوق ده اللي هو العين دي، وطبعا والشاشه بتسجل حاليا. كل ما عليك بس ان انت تحرك المؤشر ده كده تمام عشان تبين في الستوري بتاعتك الصوره قبل وبعد، وبعدين تنزل الشاشه وتقفل السكرين ريكوردينج. ولو دخلت على الجاليري بتاعك هتبص كده وهتلاقي الفيديو عندك زي ما انت شايفه دلوقتي اهو يا جماعه. بصوا كده، ودي حركه جميله جدا اكثر من رائعه، انصحك انك تستخدمها. وهو صراحه البرنامج بسيط جدا ما فيهوش غير الحركه دي تقريبا، فحركه جميله جدا استخدمها. تاني برنامج معانا وهو برنامج فوتو جريد. البرنامج ده صراحه فيه مميزات كتيره جدا. من وجهه نظري اهم ميزه في البرنامج ده ان هو بيعمل لك الستوري بتاعتك فيها كوليكشن للصور بتاعتك، وطبعا الكوليكشن ده فيه انواع واشكال من الكوليكشن اللي انت ممكن تختار منها. الموضوع ده فيه برامج كتيره بتعمله، ولكن البرنامج ده الحاجه الروشه اللي فيه ان هو بيعمل لك في الستوري بتاعتك كوليكشن للفيديوهات بتاعتك. دي ميزه صراحه انا شايف ان في برامج كتيره جدا مونتاج ما بتعملش الحوار ده. البرنامج ده بيعمل لك الموضوع ده، والحوار ده ناس كتير مشاهير على الانستجرام بتعمل الموضوع ده، وتبقى الستوري صراحه اكثر من رائعه. وانا صراحه بستخدم الحوار ده، فخلينا نشوف الموضوع ده بشكل عملي. هتفتح برنامج فوتو جريد، وزي ما انت شايف كده هو البرنامج فيه خيارات كتير زي ما قلنا. كل ما يهمنا هو خاصيه او الفيتشر بتاعت الجريد او الكوليكشن بتاع الصور او الفيديوهات. فهنضغط على الخيار ده، وزي ما انت شايف كده دلوقتي انت عندك الامكانيه ان انت تختار الصور بتاعتك من هنا. فانا دلوقتي هختار كام صوره اعمل بيهم كوليكشن للستوري بتاعتي. فانا اخترت شويه صور زي ما انت شايف كده، وهضغط على خيار بتاع نيكست. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هو عمل لي كوليكشن اكثر من رائع، يعني الصراحه جميل جدا. فانت ممكن تستخدمه في الستوري بتاعتك. ولو انت مركز كده تحت هتلاقي ان انت عندك اللوجو بتاع البرنامج. كل ما عليك ان انت تضغط عليه وتضغط على اكس وهيختفي. زي ما انت شايف كده اختفى. فدي حركه بسيطه ومجانيه، حركه روشه يعني. وعندك الامكانيه ان انت تضغط على الخيار بتاع اللاي اوت وتختار الشكل اللي انت عايزه للكوليكشن بتاع الصور بتاعك. فانت عندك اشكال كتيره جدا صراحه انت ممكن تستخدمها. زي ما انت شايف كده اشكال والوان وانواع من الخيارات انت ممكن تستخدمها او من الكوليكشن. فانا مثلا ممكن اختار ده. وطبعا انت عندك المجاني والغير مجاني، بس انا صراحه شايف ان الخيارات المجانيه كافيه يعني. فمثلا انا اختار ده واضغط عليه صح، وطبعا اتاكد ان انت عامل الكوليكشن بتاعك على حجم الستوري. فبكل بساطه هضغط على الخيار ده، وزي ما انت شايف انت عندك احجام كتيره جدا. فانا طبعا اخترت حجم الستوري زي ما انت شايف كده. غير الستوري انت عندك احجام كتيره جدا وبالايكونز بتاعتها. فدي حركه روشه جدا في برنامج فوتو جريد. انت عندك الفيسبوك، عندك يوتيوب، عندك تويتر، عندك حتى برضو الابل واتش، عندك برضو الديفايس او الخلفيه بتاعت الموبايل بتاعك. فدي حركه برضو روشه انت ممكن تستخدمها، بس انا هخليها طبعا على الستوري. وهضغط صح، وزي ما انت شايف عامل لي كوليكشن جميل. هنرجع لورا تاني، والحركه الروشه هنا ان انت ممكن تعمل كوليكشن في الستوري بتاعتك لكام فيديو. بكل بساطه هتختار الخيار ده اللي هو الفيديو،
وهيجيب لك كل الفيديوهات اللي عندك. فانا هختار مثلا 3 فيديوهات، وزي ما انت شايف دلوقتي انا اخترت ال3 فيديوهات بتوعي وعمل لي شكل الستوري الفيديوهات فوق بعضيها، ودي حركه اكثر من رائعه. وحتى انت برضو ممكن تختار الشكل الفيديوهات دي معموله ازاي، فهتضغط على اللاي اوت زي ما احنا قلنا، وطبعا تختار مثلا الفيديوهات ممكن مثلا تبقى كده، ممكن تبقى مثلا كده، وغيره برضو من الاشكال اللي انت ممكن تختارها. بس انا طبعا اختار الخيار ده وهيطلع صح. وزي ما انت شايف دلوقتي ال3 فيديوهات بيتحركوا مع بعضيهم زي ما انت شايف اهو. وطبعا عندك الامكانيه ان انت تتحكم في الصوت من هنا والباك جراوند، حتى انت ممكن برضو تحط فلتر عليهم ال3 مره واحده. غير كده برضو انت عندك ممكن برضو تعمل كات على كل فيديو على حده وتظبط مونتاج الفيديو في نفس البرنامج. ثالث واخر برنامج معانا وهو برنامج كانفا. البرنامج ده طبعا هو غني عن التعريف، بيعمل لك تصميم لاي حاجه وفي كل حاجه، لاي برنامج لاي موقع. ولكن في الاستوري هو حرفيا بيديك تمبلتس كتيره جدا وجاهزه، واشكال وانواع والوان من التمبلتس، وكل ما عليك بس اللي انت تغير الالوان تغير الاشكال. وحتى الذكاء الاصطناعي بيساعدك انك تعمل الموضوع ده بشكل اسرع وبشكل جميل جدا. فخلينا نشوف الموضوع بشكل عملي. هتفتح برنامج كانفا، نضغط على السوشيال ميديا من هنا، وزي ما انت شايف دلوقتي هو بيديك خيارات كتيره جدا للفيسبوك بوستس او انستجرام بوستس وغيره، او حتى انت عندك برضو فيديوهات تيك توك، وعندك برضو اليوتيوب thumbnails او الصوره المصغره بتاعت يوتيوب. بس احنا دلوقتي اللي يهمنا حاجه واحده بس، الا وهي انستجرام ستوريز. فهنضغط على سي اول، وزي ما انت شايف كده هو بيديك تمبلتس كتيره جدا لانستجرام، زي ما انت شايف كده كتيره جدا جدا جدا. ولو انت مش مركز كده انت عندك فوق ال 100,000 تمبلت انت ممكن تستخدمه، فدي حاجه جميله جدا. فانت عندك فرايتي او تنوع كتير جدا من التمبلتس، وطبعا في منهم المجاني وفي منهم المدفوع، بس انا شايف صراحه ان المجاني كافي ووافي. وبرده من الحاجات الحلوه مثلا، فنفترض مثلا ان انت عندك شكل ستوري معين في دماغك او تمبلت معين، فانت ممكن من فوق من الخيارات دي ممكن بكل بساطه تختار مثلا اللون بتاعك، والله انا عايزه اسود، تمام، واختار ابلاي، فهو هيديني كل التمبلتس اللي سودا شويه. انت ممكن برده تختار من هنا ثيم او الستايل، زي ما انت شايف كده تختار الستايل اللي انت عاجبك عشان تسهل على نفسك وتختار التمبلت بتاعك في اسرع وقت ممكن. فنفترض والله ان انا عجبني تمبلت مثلا ده، والله التمبلت ده عجبني، فانا بكل بساطه هعدل عليه مثلا في الالوان في الشكل في اي حاجه انا حاببها. وطبعا انت ممكن تضيف صوره او لوجو او اي حاجه في التصميم او في الستوري بتاعتك، فكل ما عليك ان انت تصمم الستوري على حسب دماغك، والبرنامج بيتيح لك تمبلت زي ما انا قلت كتير جدا. واحده من الحاجات برضو حلوه في البرنامج ده برضو ان انت وانت بتصمم هو الذكاء الاصطناعي بيساعدك انك تعمل حاجه احترافيه. فلو انت شايف كده انا ضفت مثلا لوجو البرنامج بتاع LD اللي عملنا عنه فيديو، انصحك وبشده انك تشوفه. والله مثلا انا حابب ان انا احط اللوجو البرنامج ده كمثلا خلفيه للموبايل، فانت شايف كده بص كده كل ما عليك بس انت تحرك اللوجو، وهو بكل بساطه الذكاء الاصطناعي بيتفاعل معاك، وهو يبدو ان الذكاء الاصطناعي فاهمك وعارف انت عايز ايه، فبيخليها لك خلفيه زي ما انت شايف كده بضغط الزر. بص يعني ما عملتش حاجه، انا كل ما عملت ان انا حركت بس اللوجو واعمله لي باك جراوند للتليفون. ففي حاجات برضو خصائص كتيره جدا الذكاء الاصطناعي بيساعدك فيها، فدي ميزه قويه تضاف لبرنامج كانفا. وغيره كتير جدا من المميزات انت ممكن تستخدمها او تصمم الستوري بتاعتك على حسب دماغك وعلى حسب ابداعك. فانت شوف الفيتشرز الموجوده وعيش. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين اعمل فيديو عن برنامج معين اكتبوا لي في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. وكان معاكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني.